ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى الغدا بتاعنا مختلف تماما. عملت لهم طبق شاورما وطبق بطاطس بوريه تحفه. للي ما بيحبش البطاطس المهروسه او المسلوقه، الطريقه دي هتحببك فيها قوي. اول حاجه كده جبت ميه غليت، وبعد كده قشرت البطاطس وشطفتها وغسلتها كويس قوي من النشا اللي فيها، ورحت نازله بيها في الميه السخنه، وحطيت ملح وكمون وفلفل اسود ونقطه زيت. هنا بقى بعمل طبق شاورما كده مع البطاطس. عملت طبق بطاطس محمره وطبق بطاطس بوريه متحمره بالبيض والفيجيتار، وطبق الشاورما ده، وكلنا عيش قد كده. اول حاجه خالص بدي صدمه كده للشاورما او للبانيه. صدمه الاول بشويه زيت، وبعد كده قطعت طماطم وبصل وفلفل وثوم. اول كده ما الفراخ لقيتها غيرت لونها وبقى لونها ابيض، بنزل بالخضار على طول. هي هنا عشان مطلعاها في الفريزر فماسكه ببعضها، لكن انا مقطعاها يعني. غدا سهل وبسيط ومش مكلف خالص. انا امبارح كنت مقطعه معاكم الشاورما ديت من الفرخه اللي انا جايباها. قطعت من كل صدر كده حته. عملت النهارده بيها وجبه كده ببلاش كده. اول ما الفراخ خدت لون ابيض كده، رحت نازله بقى بالخضار، وهبتدي بقى اشوح فيها. حطيت ملح وفلفل. طبعا الشاورما دي انا متبلاها امبارح، متبلاها بالبصل وليمون وخل وملح وفلفل ورق لورا. احلى حاجه في الشاورما ان انتي تكوني متبلاها قبلها، حتى لو عايزه تتبليها وتشيليها في الفريزر تمام، بتبقى طعمها حلو قوي كانك شاريها من بره. قعدت اشوح بيها فيها كده. بصوا الطماطم طبعا اديتها صوص كده لونه احمر حلو قوي، والبصل والطماطم خلوها مسكره. بعد ما هرست البطاطس عيالي قالوا لي والله ما احنا واكلينها. قلت لهم لا، انا هعملها لكم بطريقه حلوه تحببكم فيها. ورحت بقى ايه عامله فيها شويه حركات كده غيروا شكلها وطعمها وغيروا ملامحها اصلا. بصوا البطاطس اتسلقت كده واستوت خالص، اتهرت. والشاورما كمان خلصت، ورحت مقطعه شويه بطاطس كده، نعمل شويه بطاطس محمره. هرست البطاطس وجبت بيضه وفيجيتار على بقسماط. بعد ما هرست البطاطس كده، هحط بقى فيها البيضه. ممكن تعملي البطاطس دي وتشيلها في الفريزر وتطلعيها على التحمير، بتبقى تحفه. يعني مش لازم تعمليها وتسويها دلوقتي، لا. انت حط بقى كده ايه شويه فيجيتار وبقسماط، وهسيب شويه فيجيتار على بقسماط على جنب، علشان بعد ما اعجن بقى البطاطس مع البيض مع الفيجيتار والبقسماط، هقوم ايه مشكلاها وحطها تاني في الفيجيتار والبقسماط، علشان ابقى عامله طبقه كده مقرمشه من بره. مش هتحتاجي تحطي بيض تاني بقى قبل البقسماط والفيجيتار، لان انتي اوريدي حاطه بيضه في البطاطس. عايزه اقول لكم تحفه، وعجبت ولادي قوي وقالوا لي عايزين منها كل يوم. بس بعد بقى ما دخلتهم كلهم في بعض كده، شكلتها على شكل الكفته كده، ورحت مدحرجاها بقى في البقسماط والفيجيتار. هنا خلاص طاسه البطاطس اتحمرت. هنزل بقى بالبطاطس البوريه. عجبت ولادي اكتر من الشاورما والبانيه، قالوا لي دي احلى من البانيه والشاورما. انا كنت سالقه 6 بطاطسات كده صغيرين، عايزه اقول لكم عملوا لي كميه حلوه قوي. والشاورما بقى قعدت ادبل فيها كده، والبطاطس والشاورما. احلى غدا في الحر ده. بصوا البطاطس بقى بتتكلم عن نفسها. في بقى ناس بتحط جواها موتزاريلا عشان تمط كده وانتي بتقطمي، بس انا ما كانش عندي بصراحه عشان اعمل التركه دي، وكانت سخنه جدا ما كنتش عارفه حتى اوريها لكم من جوه. بس هي من جوه بقى بطاطس مهروسه تحفه. كان عندي طبق محشي رحت مسخناه بالمره، وكلنا احلى غدا النهارده.